يا بيوت السيس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السيس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السويس يا بيوت السويس. آلة شاركت بألحانها ونغماتها في انتصارات كتيرة جدا وعظيمة جدا لبلدنا. معانا الأستاذ موسى أحمد موسى، عازف السمسمية. أهلا. ممكن تكلمنا شوية عن تاريخ السمسمية؟ طبعا معروف آلة فرعونية قديمة، دي موجودة على دوران المعابد كلها. بس كان الشكل بتاعها ما كانش كده، كان طبعا انت عارف التطور، كانت 5 اوتار وكان اشكال، وحتى الاوتار دي كانت بيعملوها من جلد مع حيوانات وحاجات كده، وكان ده جلد وكان ده خشب يعني كان الموضوع كله ما كانش الامكانيات دي، كانوا بيصنعوها بالامكانيات اللي هي الموجوده معاهم. حتى دي ما كانتش مفاتيح، كل ده حديث كله، كان الحاجه اسمها حوي. بعد كده ركبنا المفاتيح دي بتبقى في بالظبط اظبط من الحوي. الحوي دي عباره عن حاجه كده وماشيه تتلف على على الجزء ده، وبيلفوا اللي هي الحوايه يعني، يلفوها يشد الوتر او العكس. ما كانتش مظبوطه زي دلوقتي. دلوقتي الوتر مفتاح زي مفتاح عود عادي، بيتصنع مخصوص للسمسميه، مش نفس مقاسات العود. والاوتار نفسها اوتار حاده دلوقتي، واوتار عود وجيتار بنركبها. ما كانش فيه الكلام ده، حصل تطور. بعد كده زودنا بقت 6 وتر. السلم الناقص ما كانش بيكمل اللحن كله، فكان بيدينا الدخله بتاعت الاغنيه، وفي في حته النقص كنا بنكمل النقص بالاهات. كورال بيكملوا النقص، بيقولوا المزيكا بقهم يكملوا الحته الناقصه هنا. لما زادت 6 وتر اديتنا زياده مساحه شويه، بقى في وتر عندنا موجود بس لسه ناقص الباقي يعني. طبعا في خلاف على حته مين اللي زود الاول. طبعا مش انا اللي زودت عدد الاوتار الاول، في واحد اسمه يحيى محمد الله يرحمه، ده راجل متوفي. من السويس؟ لا، من اسماعيليه. ويقال ان في ناس تاني يقول لك انا زودت الاول. احنا عشان ما كانش فيه السوشيال ميديا، ما كانش فيه ما كانش فيه إثبات. ما كانش فيه اثباتات دلوقتي. زي تاريخ آلة السمسمية ان هي راحت على اليمن، على ساحل البحر الاحمر، وجت عن طريق البحر الاحمر تاني، ومش كل ده تاريخ محكي. تاريخ السمسمية تاريخ محكي، ركز قوي في الحته دي. محكي يعني ايه؟ يعني انا بحكي لك دلوقتي وانت هتحكي على لساني، يعني لو انا كذاب وقلت لك معلومه مش صحيحه هتوصليها برضه. بس أنا مش صح. فتاريخ السمسميه كله حتى تلاقيني انا ركزت على ايه؟ الفرعونيه. دي خلاص، دي معروفه ومظبوطه. آلة فرعونيه، والفراعنه شوف كام سنه. كانت آلة جنائزيه الاول، ما كانتش كانت يدفنوا عليها الموتى، وما كانتش آلة فريحيه يعني. طبعا التاريخ بتاع السمسميه لما حصل مرورا بقى في الحروب اللي هي اللي كانت علينا بالذات بعد نكسه 67، كان في الكابتن غزالي هنا في السويس وفرقه رواد الارض. السلسله كانت معمول 5 اوتار قبل زياده 6 اوتار، وكانوا بيغنوا الاغاني بتاعت المقاومه، اللي هي بيحسوا الناس على المقاومه ويشدوا قدر الناس. وكانوا بيلفوا المحافظات كلها يعملوا كيف مقتصرين على السويس بس؟ لا بيلفوا المحافظات واشتغلوا حفلات مع عبد الحليم حافظ. كانوا يطلعوا في حفلات كبيره، يطلعوا يعملوا فقره يغنوا الاغاني بتاعتنا، وكانوا قاعدين هنا في السويس ايام الحرب والحصار. بس كانت التمثيليه برضه آلة رمزيه، يعني مش اللي هي شايله الشغل. يعني كان مثلا ايه، آه، يديله الدخله بتاعت الاغنيه وهم بيكملوا. الاغاني كان زمان ما كانتش نظامات كتير، السلسله موجوده بتعمل حاجه صغيره كده وهم بيكملوا وبيغنوا، ما تحسيش بالسلسله بعد كده. لكن حاليا السلسله بتقول اغاني، ممكن تعزف معزوفه اغنيه كامله لوحدها، بس برضه في حدود امكانياتها. انا بقى عملت حاجه، ودي بتاعت انا يعني، اللي هي تطوير الاله. في اغنيه معينه كنت بحبها، كل ما اجي اعزفها بيجي في تغيرات لحنيه. الاوتار دي بتتظبط ظبطه واحده، يعني الدو هنقول ري مي بدون تغييرات. انا هظبط المقام الاول اللي انا هشتغل منه. لو حصل تغييرات في اللحن
يعني حرف بيتغير، يعني مثلا الحرف ده مثلا هنقول ده المي. المي ده عايز هيتغير يبقى نهاوند. ده مي سيكا دلوقتي. ايوه. النهاوند اهو صوته اتغير اهو. في الاول ما كانش فيه الكلام ده، يعني هو مي سيكا يعني مي سيكا. طب انا في اللحن اتغير بقى نهاوند مش هعرف. فعملت المفتاح كده، ضغطت على المفتاح كده، الصوت بيتغير اهو. والعكس صحيح، لو بتاع اللي بره هيزيد. فعملت الحركه دي، ابتديت ان انا اتمرن عليها، بقيت اعزف شويه اغاني على الطريقه الجديده. اصبح ان في عندنا مساحه اكبر شويه ان انا اعزف حاجه ما كانتش بتتعزف الاول على السمسميه. اي السمسمية كوبليه. تقدر تعزف أغنية بالألحان بس من غير كلمات؟ اه. ممكن نعيش. ماشي. احنا ضيعنا حياتنا على السلسلة دي. انا كنت لعيب كوره شاطر جدا. ما شاء الله. سبت الكوره، ما كملتش، ما كانش في الكوره فلوس برضه. اشتغلت في السمسميه وخدتني من الكوره. شركات البترول، كنت عايز في شركات بترول هنا. انا شغال في شركات بترول. السمسميه خدتني من كل ده. نسيت نفسي، ولا رحت اشتغلت في شركه كويسه، ولا رحت ولا كملت في الكوره، مع اني كنت لعيب كويس في الكوره وكان عندي فرصه العب في نادي كويس. بس هي الآلة دي على قد ما هي خدت مني حاجات زي دي، بس الحمد لله وريتني حاجات عمري ما كنت هشوفها غير من الآلة دي. إن أنا لفيت دول كتير وسافرت بره كتير. السمسمية دي مع جنب الوظيفة طبعا ساعدتني إن أنا أتجوز، أشتري شقة، أشتري عربية. صحيح نص عمري بس شغال. ادتني حاجات كتير، وكفايه ان انا لفيت دول ما كنتش احلم ان انا اروح بسبب الاله دي. الحمد لله يعني هي عشان انا كنت يعني حياتي كلها كنت يعني ممكن اقوم من النوم افتكر نغمه كده، اقوم امسك السمسمه واعزفها. يعني ممكن وانا ماشي في الشارع افتكر حاجه وكاتبها في ورق عشان ما اروح البيت ما انساش. فكنت مجنون بالاله دي. فاي حد بيحب الاله ويخلص ليها ويقعد يذاكر ويحفظ، ده يبقى عازف شاطر جدا. احنا طبعا عندنا السمسميه دي موجوده هنا في مصر في مدن القناه الثلاثه: السويس واسماعيليه وبورسعيد. دي الاله الشعبيه الخاصه بينا. كل بلد ليها طقوس معينه في افراحهم، في حفلاتهم. احنا هنا في السويس بنختلف عنهم يعني اولا احنا في السويس عندنا لينا اللون مختلف عنهم. اسماعيليه بتغني شغل الاسماعيليه بتاعهم، له اللون الجميل بتاعهم. بورسعيد نفس اللون بتاعهم برضه، اللي هي اللهجه بتاعتهم والراس والحاجات الحلوه دي. احنا عندنا بنختلف بقى عن الثلاثه، ان احنا عن الاثنين التانيين، ان احنا لينا الوان هنا في الغناء. احنا لينا العرب هنا عندنا كتير، فحصل ان احنا بنغني اغانيهم وهم بيغنوا اغانينا. فتلاقي عندنا احنا اللون الخليجي هنا والبدوي كتير عن اسماعيليه وعن بورسعيد. احنا بقى بنختص بالحنه السويسي، دي مش موجوده في اي حته غيرنا احنا معروفه الحنه، حتى بقى حته يقول لك الحنه السويسي. ليله الحنه دي بنعملها اللي هي ايه؟ قبل الدخله بيوم العريس او العروسه بيعملوا الليله يعني عند بيتهم. يعني ممكن العريس وعروسه هو يعمل ليله عند بيته والعروسه عند بيتها. هي حنه واحده يعني. بنعمل حنه، بنتجمع كلنا مع بعض، بنقعد الاول بنعمل الضمه دي اللي هي القعده الكراسي اللي على الارض دي، وبنقعد نغني الاغاني الافراح العاديه خالص. وفي الاخر بيجيبوا الصينيه بتاعت الحنه يحطوا فيها الشمع، ويكون فردي، ما اعرفش ليه يعني العدد فردي، يعني 7 9 يعني حاجه كده يعني. وصينيه الحنه ونقعد نلف نلعب الحنه. وناس كانت بترقب بقى نحط فلوس في الحنه. هو كان المفروض للعريس او للعروسه يعني، بس احنا اللي كنا بناخدها يعني الحاجات دي. يقعدوا يرموا الفلوس واحنا نقول اسمائهم. بس طبعا في شغل الحنه طبعا بنبدا
حاجه كده الاستهلال يعني بنستهل. ممكن نقول مثلا حاجه زي الصلاه على النبي، حاجه كده معينه، وبعدين نخش بنلعب الحنه بقى. الحنه يا حنه بعد ما بنلعب الحنه في بقى الطقوس اللي عندنا بيجي هو في قرص كانوا بيعملوها كده، والكسكسي والرز بلبن، حاجات كده بينزلوها بعد الحنه. دي الحنه بتاعتنا. في النوم بتاعنا كمان احنا عندنا الكف السويسي. الكف ده برضو احنا بس المنفردين بيه هنا في السويس، في مصر كلها، والكف موجود في الدول الخليج، بس احنا لينا كف معين احنا منفردين بيه برضو. الكف ده سقفه مع الايقاع بس بطريقه معينه يعني. في ليه 3 حركات اساسيه. واحد بيعمل حاجه عكس الثاني، وواحد بيعمل حاجه ثالثه عكسهم. فاحنا بنتميز بالكف السويسي والحنه السويسي. والسمسمية حاليا يعني في تشابه كتير بيننا وبين المحافظات، مع اختلاف في العزف. يعني عازف شاطر، عازف اقل منه، هكذا يعني. احنا بيسمونا بلد الالف عازف. الالف عازف اللي هم ايه؟ موجودين 1000 عازف. يعني واحد بيموت وواحد بيجي. مطلعين عازفين اشبال، الناس طالعه كويسه. حاليا اللي انا شايفه على الساحه خليفتي وتلميذي، لازم اذكر اسمه طبعا، محمود حسين، وهخليك تتصوري معاه في يوم من الايام. ده تلميذي، انا معلمه كل حاجه، وده اللي سايبه على الساحه، وان شاء الله رقم 1 محمود حسين.